البحيرة. المكتب السياسي أحمد سامي جودة. إيه موقفكم من تظاهر يوم الجمعة مليونير 24 من الأوسط؟ لا، هو المفترض ان يعني المليونية ديت هي اشبه بمعركة. هي معركة ما بين حلول النظام السابق وبين جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة، ودي أشبه بالمعركة، ودي الخاسر الوحيد فيها هي مصر والمصريين. هو الخاسر الوحيد فيها هم المصريين، لأن طبعا المظاهرات دي مش في صالح مصر، هي في صالح فئة قليلة هم حلول النظام أو القوى الليبرالية أو العلمانية التي تحاول اللي هي ضرب ما يسمى بالدولة الدينية أو ما يسمى بدولة المرشد. احنا يعني مفهوم دولة المرشد ده مش عندنا، مش في مصر. ممكن تكون في إيران، في أي دولة تانية، إنما في مصر ليس هناك دولة معروفة بالدولة الدينية أو ما يعرف باسم يعني نظرية التفويض الإلهي أو الحق الإلهي المباشر. ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، باعتبار أن مصر دولة إسلامية ومصر لها هويتها الإسلامية التي يجب أن نحافظ عليها. رغم اللي فيه ناس داعين للتظاهر بكرة، في أحزاب معظم القوى السياسية أعلنت بكده ودعت للتظاهر. في حوالي 15 حزب أعلن عدم مشاركته وائتلاف. 15 حزب انسحب من التظاهرات بتاعت 24 أغسطس نظرا لأن ديت مش في مصلحة الدولة، يعني مش في مصلحة الدولة إن شاء الله. إنما 16 حزب أدعوهم ألا ينزلوا للتظاهرات ضد السيد رئيس الجمهورية، لأن السيد رئيس الجمهورية السيد محمد مرسي حتى الآن لم يأخذ فرصة حقيقية من أجل تقدم ونهوض بالدولة. يعني أنت بتنصح بالتظاهر بعد فترة ال100 يوم؟ هو التظاهر مكفول، حق التظاهر مكفول. اشمعنى بعد 100 يوم مكفول؟ لا، هو حق التظاهر. لا، هو حق التظاهر. احنا غلبنا الصحفيين. لا، حق التظاهر حق التظاهر سلم مكفول. حق التظاهر مكفول لأي مواطن. يعني. ولا